بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب نكون كلنا في خير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنكمل حل بقية المحافظات. النهاردة بقى الدور على محافظة السويس. طيب قبل ما نبدأ الحل، يا ريت حبايبي ما ينسوش اللايك والسبسكرايب والشير وكل الكلام الجميل ده، عشان اللايك هو اللي بيوصل الفيديو لكل اصحابك، وعلشان كمان تعبي ما يروحش على الارض. السؤال الاول بيقول لك ايه؟ اختر الاجابه الصحيحه مما بين الاجابات المعطاه. واحد من الكميات الفيزيائيه القياسيه، الكتله ولا القوه ولا العجله ولا الازاحه؟ طبعا الكتله، لان الباقي كميات متجهه. السؤال اللي بعده بيقول لك سرعه سياره مقدارها 120 كيلومتر كل ساعه، نقط سرعه سياره مقدارها 40 متر كل ثانيه. عايز يعرف تساوي ولا اقل من ولا اكبر من ولا ضعف. هو هنا مديها لك بكيلومتر كل ساعه وهنا بمتر كل ثانية، لا لازم الوحدات تبقى زي بعض، هنا متر كل ثانية وهنا زيها متر كل ثانية. يبقى هنمسك الكيلو متر كل ساعة ونحولها لمتر كل ثانية. يعني همسك ال 120 دي واضربها في 5 على 18، اقول له 120 في 5 على 18، احسبها على الآلة هيدينا 33 و3 من 10. يعني دي طلعت 33 و3 من 10 متر كل ثانية. دلوقتي الوحدات بقوا زي بعض، ال 33 أقل من ال 40، يبقى هقول له أقل من. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان عدد الكروموسومات في خلية كبد كائن حي 32 كروموسوم، فإن عدد الكروموسومات في المشيج المذكر له يساوي نقط كروموسوم. أغلبنا يا أولاد بيتلخبط في السؤال ده، تعالوا نشوف هنفهمه إزاي مع بعض. دي خلية كبد ودون مشيج، طب إيه الفرق بينهم؟ بصوا كده، اول ما يقول لك مشيج او بويضه او حيوان منوي او حبه لقاح، اعرف ان دول كلهم فيهم نص عدد الكروموسومات، يعني ان. لكن لما يقول لك اي حاجه تانية غير دول، اعرف ان فيهم العدد الكامل من الكروموسومات. يعني لو قال لك مثلا خليه كبد، خليه كليه، خليه خصيه، خليه مبيض، خليه عفريت ازرق، اي خليه غير دول اعرف ان فيها العدد الكامل من الكروموسومات، يعني 2 ان. يعني اللي هنا نص اللي هنا. يعني لو دي مثلا 32 كروموسوم، هيبقى اللي هنا 16 كروموسوم. هنا خلية الكبد 32 كروموسوم، يبقى المشيج فيه كام؟ في النص، نص ال 32 16. السؤال اللي بعده، إذا سقط شعاع ضوئي على سطح مرآة مستوية ثم انعكس كما في الشكل المقابل، فإن زاوية الانعكاس تساوي نقط. مديك الشكل ده، الزاوية دي المفروض على بعضها 90، مدينا منها 30 يبقى دي 60. طالما دي 60 يبقى دي زيها 60، عشان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، يبقى زاوية الانعكاس هنا 60. السؤال اللي بعده بيقول لك اذكر مثالا واحدا لكل مما يلي. قطعة ضوئية تكون دائما صورة معكوسة تقديرية مساوية للجسم. فاكرين خواص الصورة المتكونة بواسطة المرآة المستوية؟ اللي هي تقديرية معتدلة مساوية للجسم ومعكوسة. يبقى دي المرآة مستوية، مرآة مستوية. اللي بعده عدسة تستخدم لتصحيح طول النظر. طبعا دي العدسة المحدبة، العدسة المحدبة. لكن العدسة المقعرة هي اللي بنصحح بيها قصر النظر. بصوا كده، العدسة المقعرة فيها قاف وقصر النظر فيها قاف، يبقى العدسة المقعرة هي اللي بعالج بها قصر النظر. اللي بعده كائن حي يتكاثر لا جنسيا بالأبواغ. الأبواغ اللي هي الجراثيم. طبعا دون فطر عفن الخبز او عيش الغراب، اقول له واحد من الاتنين، فطر عفن الخبز، وممكن اقول له كمان عيش الغراب. السؤال اللي بعده بيقول لك نوع من انواع التكاثر اللاجنسي يحدث في النبات دون الحاجة الى بذور. ده طبعا التكاثر الخضري، التكاثر الخضري. السؤال اللي بعده مسألة بيقول لك قطع متسابق 30 متر شمالا خلال 10 ثانية، ثم 60 متر شرقا خلال 20 ثانية، ثم 30 متر جنوبا خلال 10 ثانية، ثم عاد إلى نقطة البداية خلال 20 ثانية. احسب السرعة المتوسطة والسرعة المتجهة. تعالوا نكتب له الأول بيانات المسألة عشان نعرف نحلها. بيقول لك قطع متسابق 30 متر شمالا، يعني هو مشي 30 متر ناحية الشمال، 30 متر خلال 10 ثانية، يبقى 10 ثانية. ثم 60 متر شرقا، يعني هو مشي ناحية الشرق 60 متر، يبقى دي 60 متر خلال 20 ثانية، يبقى دي 20 ثانية.
ثم 30 متر جنوبا، بعد كده نزل جنوبا 30 متر، يبقى دي 30 متر خلال 10 ثانية، 10 ثانية. ثم عاد إلى نقطة البداية، رجع تاني لنقطة البداية خلال 20 ثانية، 20 ثانية. بس ما قاليش كم متر، سهلة، ما دي 60 متر، يبقى دي أكيد زيها 60 متر عشان ده مستطيل، يبقى دي 60 متر. أول حاجة عايزها السرعة المتوسطة، كلنا حافظين قانون السرعة المتوسطة، عين شرطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي، المسافة الكلية على الزمن الكلي. المسافة الكلية يعني اجمع كل المسافات اللي مشيها، 30 متر و60 متر و30 متر و60 متر، 30 زائد 60 زائد 30 زائد 60 على الزمن الكلي، يعني اجمع كل الازمنة اللي مشيها، 10 ثانية وال20 ثانية وال10 ثانية وال20 ثانية، 10 و20 و10 تاني و20. اجمع اللي فوق دول هيديك 180 على اجمع اللي تحت دول هيديك 60. صفر هيطير مع الصفر، 18 على 6 يدينا 3. وحدة قياس السرعة المتوسطة أو أي سرعة في الدنيا متر كل ثانية. بعد كده رقم 2 عايز السرعة المتجهة، كلنا حافظين السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن الكلي. يبقى أقول له السرعة المتجهة، ممكن اكتبها كده او ممكن اكتب عين وعليها سهم كده، بتساوي الازاحة على الزمن الكلي، الزمن الكلي بتساوي الازاحة. هجيبها ازاي؟ في المسألة بيقولك مشي ثم عاد الى نفس النقطة، طالما قالك في المسألة عاد الى نفس النقطة معنى كده ان الازاحة على طول بصفر، يبقى الازاحة صفر. الزمن الكلي لسه جايبينه فوق 60 على 60، طبعا هتساوي صفر، ومن غير حتى الخطوات دي طالما انت عرفت ان الازاحه بتساوي صفر يبقى على طول السرعه المتجهه كمان بتساوي صفر. السؤال اللي بعده بيقول لك اكمل ما يلي، اذا بدأ الجسم حركته من السكون فان سرعته الابتدائيه تساوي نقط. طالما قال لك الجسم بدأ حركته من السكون يبقى على طول السرعه الابتدائيه بتساوي صفر، يبقى السرعه الابتدائيه بتساوي صفر. رقم 2 يقع نظامنا الشمسي في إحدى الأذرع نقط لمجرة ضرب التبانة، الأذرع الحلزونية، الحلزونية. يا ريت يا ولاد اللي وصل معايا للنقطة دي ينزل يعمل لايك. يلا السؤال اللي بعده بيقولك تختفي النوايا والغشاء النووي في نهاية الطور نقط للانقسام الميتوزي. طبعا النوايا والغشاء النووي بيختفوا في نهاية الطور التمهيدي، التمهيدي. السؤال اللي بعده بيقول لك يتركب الكروموسوم من خيطين متصلين معا عند السنترومير، السنترومير. السؤال اللي بعده بيقول لك قارن بين الصورة الحقيقية والصورة التقديرية من حيث إمكانية الاستقبال على حائل. طبعا احنا عارفين ان الصورة الحقيقية يمكن استقبالها على حائل، لكن الصورة التقديرية لا يمكن استقبالها على حائل. السؤال اللي بعده بيقول لك قارن بين العجلة المنتظمة الموجبة والعجلة المنتظمة السالبة من حيث المفهوم، يعني قول التعريف بتاع دي ودي. اكتب له هنا الصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية، وهنا الصورة التقديرية، واقول له الصورة الحقيقية يمكن استقبالها على حائل، يمكن استقبالها على حائل، لكن الصورة التقديرية لا يمكن استقبالها على حائل، لا يمكن استقبالها على حائل. يبقى أنا كده قارنت بين الصورة الحقيقية والصورة التقديرية. ندخل بقى على المقارنة بين العجلة المنتظمة الموجبة والعجلة المنتظمة السالبة. أقول له تعريف دي وتعريف دي. العجلة المنتظمة الموجبة، المنتظمة الموجبة، أقول له هي العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تتزايد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. وممكن أقول له التعريف بطريقة تانية،
هي العجلة التي تتزايد فيها سرعة الجسم بمرور الزمن. يبقى ممكن أقول له التعريف بالطريقة دي وممكن أقول المختصر. طيب، والعجلة المنتظمة السالبة، العجلة المنتظمة السالبة هي العجلة التي يتحرك بها جسم عندما، هنا قلنا تتزايد، دي بقى نقول تتناقص، عندما تتناقص سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. والتعريف ده كمان ممكن أقوله بطريقة مختصرة، أقول له هي العجلة التي تتناقص فيها سرعة الجسم مع مرور الزمن. السؤال اللي بعده بيقول لك متى يحدث كل مما يلي؟ تتساوى المسافة التي يقطعها جسم مع مقدار الإزاحة. امتى بنقول المسافة بتساوي الإزاحة؟ لما الجسم بيتحرك في خط مستقيم في اتجاه واحد. هقول له عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم في اتجاه واحد. السؤال اللي بعده بيقول لك متى ينعكس الشعاع الضوء الساقط على سطح مرآة كرية على نفسه؟ خد بالك، مرآة كرية مش مستوية. لو أنا عندي مراية مقعرة والشعاع مر بمركز التقور، ايه اللي بيحصل له؟ بينعكس على نفسه أو يرتد على نفسه، يسقط وينعكس. يبقى هقول له عندما يمر بمركز تقور المرآة، عندما يمر بمركز تقور المرآة. السؤال اللي بعده بيقول لك اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك. سرعة بالنسبة يبقى السرعة النسبية، السرعة النسبية. رقم 2، قرص غازي مستدير كون كواكب المجموعة الشمسية حسب فرض العالم لابلاس. طبعا السديم، لابلاس فيها س والسديم فيها س. رقم 3، انقسام خلوي يؤدي إلى تكوين الأمشاج. احنا عندنا نوعين من الانقسام، يا إما ميتوزي يا إما ميوزي. اللي بيكون الأمشاج ده الانقسام الميوزي، الانقسام الميوزي. رقم 4، طور يحدث فيه مجموعة من التغيرات العكسية وينتهي بتكوين خليتان بكل منهما نفس عدد الكروموسومات الخلية الأم. ده طبعا الطور النهائي، الطور النهائي. السؤال اللي بعده، علل الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة ثابتة تكون عجلة حركته صفر. هقول له لأن السرعة لا تتغير مع مرور الزمن. يبقى إجابة السؤال رقم 1 لأن السرعة لا تتغير مع مرور الزمن أو بمرور الزمن. السؤال اللي بعده بيقول لك علل الشخص المصاب بكسر النظر يرى الأجسام البعيدة غير واضحة. ليه؟ هقول له لأن الأشعة الصادرة من الجسم البعيد تتجمع في نقطة أمام الشبكية ثم تتفرق مكونة صورة غير واضحة على الشبكية. هكتب له الإجابة بتاعت السؤال رقم 2 إزاي؟ هقول له لأن الأشعة الصادرة من الجسم البعيد تتجمع أمام الشبكية ثم تتفرق مكونة صورة غير واضحة على الشبكية. السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول لك الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة. أيوة طبعا. ليه؟ لأن الأشعة بتنفذ متوازية إلى ما لا نهاية ولا تتلاقى. لأن الأشعة تنفذ متوازية إلى ما لا نهاية
رقم 4 بيقول لك علل الانقسام الميتوزي مهم لجسم الأطفال. طبعا لأن الانقسام الميتوزي هو اللي بيساعد على نمو جسم الطفل. لو عنده جرح أو حاجة في جسمه، الانقسام الميتوزي هو اللي بيساعد على التئام الجرح ده. كمان لو عنده ايد او رجل مكسورة او اي جزء مكسور في جسمه، هو اللي بيساعده انه هو يخف. رقم 4 لانه يساعد على نمو جسم الطفل وتعويض الخلايا التالفة التالفة. لو اتعور او حاجة، الانقسام الميتوزي بيساعده ان هو يخف. وتعويض الخلايا التالفة المفقودة زي ايه؟ لسه قايلين زي التئام الجروح، وكمان كسور العظام. لو دراعه او رجله او اي جزء اتكسر يقدر يلتئم ويخف بسهولة. السؤال اللي بعده بيقول لك وضع جسم على بعد 8 سم من المركز البصري للعدسة، فتكونت له صورة حقيقية مصغرة، وعند تحريك الجسم 4 سم باتجاه العدسة تكونت له صورة حقيقية مساوية للجسم. احسب البعد البؤري للعدسة، وبعد كده ارسم مسار الأشعة التي توضح تكون الصورة عندما كان الجسم على بعد 4 سم من المركز البصري للعدسة. حل المسألة دي في الجملتين دول: صورة حقيقية مصغرة وصورة حقيقية مساوية للجسم. طب ازاي؟ هنا في المسألة بيقول لك الجسم موضوع على بعد 8 سم من العدسة. يعني أنا لو عندي عدسة زي كده، بيقول لك الجسم موضوع على بعد 8 سم، ماشي. يعني موجود فين بالظبط؟ عند البؤرة ولا المركز ولا بعد المركز؟ هعرف ازاي أنا؟ هعرف من الكلمة دي. بيقول لك لما حطيناه على بعد 8 اتكونت صورة حقيقية مصغرة، واحنا عارفين بيتكون صورة حقيقية مقلوبة مصغرة بين البؤرة والمركز لما يكون الجسم بعد مركز التكور. معنى كده بقى ان الجسم موضوع فين؟ بعد مركز التكور، على بعد 8 سم من العدسة. وبعد كده بيقول لك حركنا الجسم 4 سم لقدام. ماشي، 4 سم يعني هنحطه فين برضو؟ عند البؤرة ولا المركز ولا قبل البؤرة؟ فين بالظبط؟ هعرف ازاي؟ هعرف من الكلمة دي. بيقول لك لما حركناه 4 سم اتكونت له صورة حقيقية مساوية للجسم. احنا عارفين ان الصورة الحقيقية المساوية للجسم بتتكون لما بيكون الجسم عند المركز. طب الحمد لله عرفنا مكانه. يبقى احنا لما حركناه 4 سم الجسم بقى مكانه فين؟ عند المركز. يعني هنا دي كلها 8 سم واحنا حركناه 4 سم، يبقى الحتة اللي فاضلة قد ايه؟ 8 ناقص 4 يدينا 4. طب هنا عايز البعد البؤري، عين. احنا عارفين ان عين بتساوي نص نق، وهنا نق ب4، نص ال4 2، يبقى البعد البؤري بيساوي 2 سم. يبقى احنا عملنا ايه كده من الاخر؟ طرحنا ال8 من ال4 ادانا 4. 4 دي هي نق نص القطر، واحنا عارفين ان عين اللي هي البعد البؤري بتساوي نص نق، نص ال4 2، يبقى البعد البؤري 2. رقم 2 بيقول لك ارسم مسار الأشعة التي توضح تكون الصورة عندما كان الجسم على بعد 4 سم من المركز البصري للعدسة. الجسم على بعد 4 سم يعني كان عند مركز التكور. هنرسم له العدسة والمحور الأصلي، ونحط هنا المركز البصري للعدسة، وهنا بؤرتين ومركزين تكور وعلى أبعاد متساوية، واحط الجسم هنا عند مركز التكور. وبعد كده هطلع شعاعين، واحد يوازي المحور الأصلي فينكسر مرة بالبؤرة، والتاني يمر بالمركز البصري للعدسة فينفذ على استقامته. ولازم تظبط ايدك. عشان الجسم هنا عند مركز التكور يبقى لازم صورته تطلع عند مركز التكور. ومنساش اعمل مسار الاشعة. الشعاع ماشي كده وانكسر كده وماشي كده ونفذ على استقامته. ده الجسم ودي الصورة.
طب ايه خواص الصورة المتكونة؟ حقيقية مقلوبة مساوية للجسم، حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. طالما الجسم عند مركز التكور يبقى صورته تطلع عند مركز التكور، حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. السؤال اللي بعده بيقول لك صوب ما تحته خط في كل من العبارات التالية. 1. توضع مرآة مستوية على يمين ويسار سائق السيارة. لا طبعا مش مرآة مستوية، مرآة محدبة. رقم 2. عندما يسقط الشعاع الضوئي على السطح العاكس بزاوية سقوط 30، فإن الشعاع المنعكس يكون عموديا على السطح العاكس. لا مش بزاوية 30، ده بزاوية 0. الشعاع المنعكس بيبقى عمودي على السطح العاكس لما بيسقط بزاوية 0 مش ب30. رقم 3. من النظريات التي فسرت نشأة الكون النظرية الحديثة. لا، النظرية الحديثة فسرت نشأة المجموعة الشمسية، يبقى امسح الكون وحط المجموعة الشمسية. رقم 4. تكون الكون من تلاحم جسيمات غازي الأكسجين والنيتروجين. لا طبعا الهيدروجين والهيليوم، الهيدروجين والهيليوم. السؤال اللي بعده بيقول لك ادرس الشكل المقابل ثم أجب. ما اسم هذه الظاهرة؟ واضحة اهي، ظاهرة العبور. ظاهرة العبور. رقم 2. ما أهمية حدوثها؟ هقول له تعمل على تنوع الصفات الوراثية في أفراد النوع الواحد. تعمل على تنوع الصفات الوراثية في أفراد النوع الواحد. يعني تلاقي الولد مثلا ياخد صفات من باباه ومامته، ياخد مثلا من مامته لون عينيها، ياخد من باباه لون شعره، وهكذا. السؤال اللي بعده بيقول لك اختر من العمود B ما يناسب العمود A. خيوط المغزل هي شبكة من الخيوط تمتد بين قطبي الخلية أثناء الانقسام الخلوي. يبقى 1 هياخد 5، 1 هياخد 5. اللي بعده رقم 2. الحركة. الحركة كلنا حافظينها، تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت مع مرور الزمن. يبقى 2 هتاخد 4، أقول له 2 هتاخد 4. اللي بعده رقم 3. المركز البصري للعدسة اللي هو ص. احنا عارفين المركز البصري للعدسة هو نقطة في باطن العدسة، نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي. يبقى 3 هتاخد 1، 3 هتاخد 1. اللي بعده آخر حاجة رقم 4. الحمض النووي هو اللي بيحمل المعلومات الوراثية للكائن الحي. يبقى 4 هتاخد 2. وبكده نبقى خلصنا يا اولاد الامتحان بتاع النهارده. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير. يلا سلام عليكم، ربنا يوفقكم.